ونختم بقصيدة من الشاعر المتألق عبد العزيز بن فالح الذيناني، فليتفضل. والله ما ادري ايش نجيب. الربع يبغى لهم شيله في قصيدة ما هي بحقت شيل، لكن بيشيلها 4 الابيات الاولى. ناصل ولا ناجه الحقوق على صاحب، واللي بذلته فالمواصل يكفي. طرد المقفي في سلوم العرب عيب، يا الله لا تبلانا بطرد المقفي. أبوي وصاني وصية تجارب، والحر يربى لين ريشه يضفي. والياظفة يرقى بروس المراقب، واليارقى ما عاده بمتخفي. يرقى بمرقاب على الهافي يصعب، واللي هفلا الحظ يهفي. يقول في الدنيا تشوف التجارب، والوقت يجري والليالي تلفي. وفي الناس ما به واحد يعلم الغيب، حتى لو الأعلام جنبه ترفي. إن كان ما انت بذيب تمسي عشا الذيب، وإن كان ما تبتل برايك الدفي. وعدوك اللي جنب حماك تجنيب، رجال وبزينه وشينه مقفي. وصحيبك اللي حط فيك العذاريب، قل ما هو بلازم توقف بصفي. هذا من اللي يلحزون المشاهيب، لعلهم في نيرتنا ما تطفي. وناس تغثر بصافيات المشاريب، جعل المنابع من ديارهم الجفي. واللي وراهم يشذبون العراجيب، قل من خوي النم غسلت كفي. واللي يخالف يوم وايام الصحيب، قل خوتك ما هي غرامي وشفي. خله يروح ما بها شك وريب، مع جرته ساف الذواري يسفي. بتشوف شيء يبدي براسك الشيب، حتى الرزين من الزمن يستخفي. خاوى الرجال مكملين المواجيب، على الأقل تلقى بيوت تدفي. واليانصوك أول ما تبدأ بها الطيب، حاول بقدر الاستطاعة توفي. الطيب أذكاره لا يمكنها تغيب، حتى لو إنه من سنين متوفي. ودرب المراجل كايد وعسر وتعيب، لكن على جهد النشا ما يخفي. وإن كان ما أخذت النصيحة بترتيب، بعض البشوت فتوقها ما ترفي. هذه وصية شايب جنب العيب، وطبقتها وأهم شيء المقفي. سلامتكم.